كان في مرة بنت حلوة قوي اسمها لما. لما كانت بنت دمها خفيف وبتضحك من قلبها، ومفيش حد يشوفها غير لما يحبها. وكان عندها شعر كيرلي لونه بني غامق زي الشوكولاتة اللي بتلمع تحت شمس الصيف. مامتها كانت دايما تقول لها شعرك تحفة يا لما، مدور زي موج البحر. لما كانت بترد عليها طب وانتي يا ماما شعرك مش كيرلي ليه؟ مامتها قالت لها انا كان نفسي قوي شعري يبقى زيك. انتي عارفة يا لولو، انا كل مرة اعمله كيرلي افضل كتير قوي احاول اظبطه، مش زيك في دقيقة واحدة بيبقى مظبوط وجميل. لما قالت لها ايوه يا ماما، سارة صاحبتي برضو بتقولي ان شعرها ما بيتعملش مظبوط زي بتاعي. مامتها قالت لها ربنا ميزك بيه يا لما، زي ما كل حد فينا ربنا ميزه بحاجة. يعني سارة صاحبتك شعرها ناعم زي الحرير، وانتي كمان شعرك مظبوط كأن حد رسمه. لما كانت بتحب شعرها قوي، وكل يوم الصبح تصحى تقول لمامتها اعملي لي شعري كيرلي يا ماما، وتفضل واقفة قدام المراية وتضحك وتبقى فرحانة بنفسها. ولما تخلص شعرها تروح تقول لباباها بصي يا بابا شعري حلو ازاي. وكانت كل ما تخرج مع مامتها وباباها لازم تقابل حد يقول لها الله ايه الشعر الجميل ده، ازاي عملتيه حلو كده. وفي يوم جت طنط هبة صاحبة مامتها تزورها، وكان معاها ابنها مراد، وراحت لما ومراد يلعبوا في أوضتها. وبعد شوية راحت لما لمامتها تسألها على لعبتها الجديدة عشان توريها لمراد، فسمعت حاجة زعلتها قوي قوي. لما سمعت طنط هبة بتقول لمامتها بصوت واطي